إعلان اتصالات الجديد إعلان جميل جدا بصراحة، يعني إعلان تحية لكل اللي عملوه. إخراج، صورة جميلة جدا، صوت، كلمات، تصوير، كل حاجة بصراحة جميلة في الإعلان. إعلان عظيم يليق بأعظم نادي في الكون، يليق بأعظم جمهور في الكون. آه، شركة اتصالات تستاهل التحية طبعا. الراعي الرسمي للنادي الأهلي من حقه يعمل إعلان للنادي الأهلي. مش عارف ليه الشياط اللي معمول، ليه الحرقان اللي الإعلان عامله، ليه بيرفع قواضي على الإعلان وعلى الشركة. يقول لك إعلان مسيء. الإعلان واقعي من الواقع، ما جابش حاجة جديدة، ما جابش حاجة يعني مش موجودة، ما جابش سيرة منافس، ما شتمش حد، ما غلطش في حد. إعلان بصراحة تحفة جدا وحالة حلوة جدا يعني بصراحة. اعلان بيقول اكتر ناس ومش هتلاقي اكتر منا، وفعلا دي حقيقة، يعني مش هتلاقي حد اكتر من جمهور النادي الاهلي ومن اعظم الجماهير ومن اكبر الجماهير. اكبر النوادي شعبية على مستوى العالم كله. شوف صفحاته على السوشيال ميديا، كم مليون متابع. فيديوهاته، ماتشاته بيشوفها كم مليون متابع. دي دلائل كلها واحصائيات بتشوفها بعينك. بتشوف ماتش الاهلي بيتفرج عليه كام واحد، حتى في الاونلاين بتشوف الماتش بيتفرج عليه كام واحد وجايب كام مشاهدة، وماتشات الفرق الاخرى بتبقى جايبة كام مشاهدة. بيقول كل شوية نسر في كل حتة. فعلا دي حقيقة، بتلاقي كل الحيطان عليها الاهلي 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 في كل حتة بتمشي فيها. نسر عالي بيحلق بحرية، حلق عالي بحرية يا نسر نادي الوطنية. الدنيا تقوم وما بتقعدش، وده حقيقة طبعا. الأهلاوية بيقوموا الدنيا وما بيقعدوهاش مع أي بطولة، حتى مع الخسارة برضو الدنيا بتقوم وما بتقعدش. دي حقيقة، مش بنهدى. معروفة طول عمرنا كده. القلب الجامد ده طبع في عيلتنا طبعا. الأهلاوية طبعا قلبهم جامد، بيلعبوا أكبر فرق على مستوى العالم وبيبقى قلبهم جامد، وبيبقوا واقفين على رجليهم وبيلعبوا وبيمشوا وبيلعبوا بأداء رجولي. ودي معروفة عننا، يعني ما بنخافش من حد. وأي حد جاي طالب أدلة نجيب لك. روح عد النجوم على الفالنة، دي معروفة. روح عد، شوف بطولاتي، شوف إحصائياتي، شوف بطولات اللي أنا خدتها قد إيه، شوف أقرب منافسين ليا قد إيه، شوف أنا بنافس الفرق العالمية على البطولات القارية قد إيه. في وقت من الأوقات كنت أنا أكتر الأندية تتويجا على مستوى العالم. وبعد كده ريال مدريد تفوقت عليا. والفرق في بطولتين تلاتة أربعة بالكتير خالص هتجيبهم. ما تعرفهمش الظروف فيها ايه، ممكن ريال مدريد تقع تظهر فرقة تانية من تحت. يعني مش الموضوع في تنافس، يعني في مش فرق كبير جدا بيني وبينهم. ولو ولسه لو شكيت وعايز اثبت لك اكتر، عايز اثبت لك اكتر، حتى لون الدم يا صاحبي احمر. ايه، معروف لون الدم احمر. ايه برضو اللي غلطناه، ايه اللي الاعلان قاله غلط. وبقول لك ايه، الاهلي حالة احب غيره ده استحالة، معروفة. ايه سكتوا ليه؟ ده الجاي اكتر. هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ طول ما انتوا معانا وطول ما انتوا بتتفرجوا علينا وبتشاهدونا وعايشين معانا هتشوفوا اكتر واكتر. هتشوفونا في كاس العالم للاندية، هتشوفونا بنلعب افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بطولة أول مرة تتلعب واحنا الأهلي بيلعب ماتش الافتتاح مع انتر ميامي في أمريكا، وكل العالم بيتفرج عليا، وكل هتشوف إن شاء الله، وهنشوف الأداء المشرف إن شاء الله اللي نلعب بيه. ونأدب ونرفع اسم الأهلي أكتر وأكتر، والعالم كله يتفرج على الأهلي في مباراة افتتاح. يعني تخيل، حتى القرعة وقعت الأهلي في مباراة افتتاح لحدث من أعظم الأحداث اللي في تاريخ كرة القدم، وأول مرة يحصل في تاريخ كرة القدم يعني. آه، فا إيه، لسه هتشوفه أكتر وأكتر يعني. وبيقول لك، بقول لك إيه، لو أنت مش أهلاوي يبقى بلاش فرجة على القهاوي. برضه بتبقى شكلكم وحش، بتقعدوا تتفرجوا معانا على القهوة وفي الآخر تقعدوا تضحكوا اللي الأهلي خسران، وبعد كده الأهلي بيكسب، وبيبقى شكلكم وحش، وبنقعد نحفل عليكم انتم، وبتقوموا تمشوا وبتعيطوا وبتمشوا وبتزعلوا في الآخر. فمعروفة، ما تحتفلش أو ما تعملش نفسك أو تبين انتمائك وانت قاعد بتتفرج على ماتش للأهلي، لأن الأهلاوية دايما بيبقوا مسيطرين على المكان. وانت بتبقى باين كده اللي انت فرحان بقى اللي الاهلي خسران، وفي الاخر انت اللي بتزعل. يعني بيقول لك غالبا في اخر دقيقة الاهلي هيكسب، دي الحقيقة. يعني مش هنتكلم عن النقطة دي، لان يعني كل العالم او كلكم شفتوا الاهلي يعني ايه بيكسب في الموجب
في البلاس 90 يعني. البلاس 90 فعلا زي ما قال عماد النحاس في اخر مباراة صنعت من اجل الاهلي. يعني احنا اللي عملناها، احنا اللي عملنا البلاس 90 دي، احنا اللي عملناها. احنا اكتر نادي جاب اهداف في البلاس 90، لان احنا بنلعب لاخر دقيقة، بنلعب لحد الصفارة. الفرق التانية بتبقى مفكرت نفسها كسبت الماتش عشان فايزة على الاهلي واحد او اتنين، بس الاهلي بيرجع، الاهلي عنده روح، الاهلي عنده انتماء. لعيبه بتلعب، جمهور بيفضل يشجع فرقته لاخر دقيقه. في جماهير تانية اول ما فرقتها بتخسر واحد ولا اتنين يبداوا يشتموا فيهم ويشتموا في اللعيبه، ويلقوا بقى ازايز ويلقوا طوب وينزلوا الملعب وبالجلابيه وكل الحاجات دي كلها شواهد. يعني تاريخكم كله معروف، فبرضه مش عارف ايه اللي الاعلان قاله غلط. لحد دلوقتي مش شايف اي حاجه غلط، ما جابش سيره اي حد، ما جابش سيره اي منافس. بس بيتكلم كل اللي بيتكلم عليه حقايق. فعلا احنا في اخر دقيقة بنكسب، في اخر ثانية بنكسب. افتكروا جون عماد متعب، افتكروا جون القاضية، ممكن افتكروا جون وسامي الاخير، افتكروا جوان كتير، جون ابو تريكة في رادس. جوان كتير جدا الاهلي جابها في اخر دقيقة، وكانت الناس بتقول خلاص، كانت الناس بتحتفل، والاهلي يجيب الجون في اخر دقيقة وفي اخر ثانية. بنلعب على الصفارة، بنلعب بروح لاخر دقيقة، عمرنا ما فقدنا الامل. الاهلي مش مجرد نادي، ده اكتر بكتير. ده كلام اتصالات بتقول الاهلي مش مجرد نادي بالنسبه لها. في فتره من فترات شركه اتصالات ما خدتش الراعي بتاع النادي الاهلي، ما راعتش نادي تاني، ما راحتش لنادي منافس. كان في شركة تانية خدت، مثلا فودافون خدت الراعي. اتصالات ما راحتش راحت ترعى المنافس، لا، فضلت مستنية لحد ما العقد بتاع الشركة التانية خلص ورجعت خدت راعي النادي الاهلي تاني. هم بيفتخروا اللي هم بيرعوا النادي الاكثر شعبية وجماهيرية وبيراهنوا عليه. اي حد في العالم كده. انت لما بتروح تعمل اعلان بتدور على شارع كبير عشان تحط اعلانك عليه، عشان تعرف ان الناس طالعه وراحه وجايه عليه، عشان الناس تشوف الاعلان. مش هتروح في شارع ضيق فيه 3 4 بيمشوا منه وتروح تحط فيه اعلانك، لان محدش هيشوفه. انت لازم بتراهن على القاعده الجماهيريه، بتراهن على الشعبيه، بس مش اكتر. يعني الشركات اللي متعاقده مع كريستيانو رونالدو، الشركات اللي متعاقده مع ميسي، بتمن اللي اتعاقدوا مع ميسي ومع رونالدو بيه، ممكن يتعاقدوا مع 10 5 لعيبه بس محدش يعرفهم، او مش شعبيتهم هتبقى زي ميسي او زي كريستيانو رونالدو. فبيدفعوا فلوس وبيفضلوا معاهم بالسنين يرعوهم، وعشان يبقى هم اللي يعملوا لهم اعلاناتهم ويزودوا شعبيتهم. لان مفيش حد مش هيبقى عارف مين كريستيانو رونالدو، مفيش حد هيبقى عارف مين ميسي. انما ممكن تجيب لعيب تاني ممكن يبقى جزء ناس تعرفه وناس ما تعرفوش. فدايما اي راعي او اي شركه عاوزه تنتج بتجيب اكبر نجم، بتجيب اكبر ممثل، بتجيب اكبر مغني، بتجيب اكبر نادي عشان يعمل لها الاعلان، عشان تستفاد من شعبيته. وبالتالي بتدفع مقابل كبير جدا عشان تستفاد من شعبيته، لان انت جاي تاخد من شعبيتي. انا اللي بشهرك، انا اللي بشهر الراعي، مش الراعي هو اللي بيشهرني. هو بيدفع فلوس مقابل اللي انا بحط اسمه. فشايف الاعلان بجد تحفة، اعلان جميل جدا. مش شايف اي كلمة مسيئة اتقالت لحد. سيبك بقى، نادي الزمالك رفع قضية ما رفعش قضية، الاعلان ما فيش في اي شيء مسيء. لقطة الاسعاف، لقطة مش عارف ايه، دي لقطة عادية جدا برضو مش مقصود بها انت. لا حط شعارك ولا حط صورتك ولا جاب اسمك ولا اي حاجة ذكرت عنك او عن اي نادي. بتراهن على حب الاهلي، بتراهن على حب جماهير الاهلي، بيستعطفوا او بيلعبوا على مشاعر واحاسيس جماهير الاهلي، وده حقهم. بيلعبوا على الشعبية عشان يتشهروا، عشان يتعرفوا، عشان يتشافوا. كل الشركات الراعية وبتدفع فلوس ملايين الملايين مقابل ده. ده حقيقة، وده حق الاهلي اللي يستغل شعبيته ويعني يستفاد من شعبيته دي، اللي هو ياخد مبلغ مالي يقدر يصرف منه على الكورة، يصرف منه على النادي، يصرف منه على الألعاب الأخرى. ده حق النادي. شكرا لشركة اتصالات، شكرا على الحالة الجميلة اللي عملتها. إن شاء الله نحتفل بعد الإعلان بالجميل ده يبقى أكتر وأكتر بالدوري إن شاء الله. الدوري أهلاوي، الدوري في الجزيرة. والسلام عليكم ورحمة الله.